سلام سلام، اليوم جيت نشارك معكم هذا اللحم بالبرقوق. كنتمنى تعجبكم الطريقه اللي استعملت بطريقه بسيطه وبدون تعقيدات. نخليكم مع الفيديو. عندي هنا زيت البلديه وزيت الروميه، عندي بصله محكوكه، وعندي بصله مشلضه، وعندي معدنوس وقزبور. بالنسبه للعطريه عندي الابزار، القرفه والسكنجبر والخرقوم. ممكن تزيدوا حتى الزعفران شعره، انا ما عنديش متوفر يعني عملت غير الخرقوم. وكذلك معلقه ديال السمن والملح، وكنشرمل اللحم ديالي بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا، ونخليها اقل حاجه واحد ساعه ولا ساعه ونص ترتاح عاد نرد الطيب. كيف ما كتشوفوا اللحم انا ما عنديش فيها الشحم بزاف، يعني اذا كانت عندكم فيها الشحم زايده ما تعملوش كميه زيت كبيره، عملوا غير شويه. هنا غنعملها في الكوكوط وعادي نردها تعرق او تتشحر. وعادي ندوز نعدل معكم البرقوق، الطريقه ديالو سهله جدا. عندي الماء، المزهر، و 3 معالق كبار ديال السكر، وشويه ديال القرفه، وعادي نردهم يطيبوا. اما بالنسبه للاناناس والكيوي والمشمش عادي نطيبوا مع بعضياتهم، لان الطياب ديالهم كيطيبوا غير في المزهر والماء والسكر، يعني ما كنزيدوش القرفه. هنا كنعدل الطبيصل ديالي بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. المريقه جات خاطره تبارك الله. وعادي نزين بهذا الشكل هذا. بالنسبه للتزيين كل واحد يزين باش ما بغى، انا عندي هادشي متوفر فلهذا زينت بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا معايا. هنا عادي نزيد كيف ما كتشوفوا معايا اللوز واكاجو وشويه ديال الكركاع، غير شويه شويه كيف ما قلت لكم من قبل. انا هادشي كان عندي متوفر. كنتمنى يعجبكم الفيديو، اذا عجبكم ما تبخلوش عليا باشتراك ولايك.